الركراكي يكشف سبب مواجهة البرازيل بدل الأرجنتين. ولكن قبل البداية مشاهدينا الكرام، إذا كنت من عشاق المنتخب الوطني المغربي فلا تبخل علينا بالاشتراك في القناة والضغط على زر اللايك. والآن هيا بنا إلى التفاصيل. كشف مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي أنه كان مخططا مواجهة الأرجنتين وديا بدلا من البرازيل خلال المواجهة الودية المقرر إقامتها خلال فترة التوقف الدولي الجارية. وقال الركراكي: كان منتخب المغرب قريبا من مواجهة نظيره الأرجنتيني بطل العالم، والذي رحب مسؤولوه بذلك. وتابع: رغم ترحيب الاتحاد الأرجنتيني، إلا أن الاختلاف جاء بسبب أن بطل العالم كان يريد إقامة أول مباراة له بعد الفوز بمونديال قطر أمام جمهوره. وأضاف: المنتخب المغربي كان بدوره يريد أن تكون أول مباراة بعد الإنجاز المونديالي بلوغ نصف نهائي البطولة على أرضه وأمام جمهوره. وواصل: لقد وجدنا أنفسنا أننا مطالبون بالمراهنة على مواجهة منتخب البرازيل الذي رحب بإجراء المباراة لأنه يعرف أيضا قيمتنا وما حققناه في المونديال. أعتبر أن مواجهة البرازيل أشبه بالحلم، لا يوجد أجمل من مواجهة السامبا ليكون أول لقاء لنا مع جمهورنا بعد المونديال، لذلك ننتظر احتفالية كبيرة في هذه المباراة.